اهلا بيكم. يلا بينا نكمل اخر تو بارتس في تاني اخر جزئين في تاني بارت في شابتر 1. حلو. اول بارت فيهم بيتكلم عن التستنج اند كواليتي اشورنس. دايما او غالبا الناس بتتكلم عن التستنج وعن الكواليتي اشورنس ان هم حاجه واحده. يعني بقول لك while people often use the terms testing and quality assurance interchangeably، يعني بشكل ايه متبادل. يعني الناس بتقول لك هي وبتاع، والتستنج هو الكواليتي اشورنس وكده. بس المفهوم ده مش مظبوط. التستنج and quality assurance are not the same. دي حاجة ودي حاجة. تيستنج هي فورم من الكواليتي كنترول، وهنعرف دلوقتي ان احنا عندنا حاجة اسمها كواليتي اشورنس وحاجة تانية اسمها كواليتي كنترول، اللي من ضمن انواعها مين؟ من ضمن انواعها التستنج. التستنج نوع من انواعها، وكنا ذكرنا الكلام ده هنا فوق لما اتكلمنا هنا على التستنج is a form of quality control. طيب تعالى نفهم بقى يعني ايه quality control ويعني ايه quality assurance. الكواليتي كنترول ده is a product oriented، يعني حاجة بتهتم بالبرودكت. حلو كده. والموضوع ده لازم تفهمه وتعرفه كويس، لان بيجي فيه سؤال بيقول لك، يجي يقول لك كده الكواليتي كنترول ده برودكت اورينتد ولا بروجكت اورينتد ولا بروسيس اورينتد ولا ايه بالظبط؟ فهي برودكت اورينتد دي الكواليتي كنترول. يعني هو من الاخر corrective approach بيفوكس on those activities اللي بتسupporting achieve of appropriate level of quality. يعني هو corrective approach منهج تصحيحي بالعربي كده، بيركز ان احنا بنركز على الانشطه او على الحاجات اللي توصلنا لمستوى كواليتي معين احنا عايزينه، او مستوى كواليتي مناسب احنا عايزينه للورك برودكت اللي احنا شغالين عليه. التستنج بقى is a major form of quality control. يعني التستنج اهو هو حاجه يعني ضخمه جدا تحت الامبريلا بتاعت الكواليتي كنترول. while other orders او while others include formal methods، وفي برضه formal methods اخرى غير التستنج زي ايه؟ زي السيميوليشن وزي البروتوتايبنج. دي برضو حاجات تانية او انواع تانية من انواع الكواليتي كنترول. تمام كده. الميثودز دي او الانواع التانية دي هي موديل بتتشيك اند البروف، بتبروف الكوركتنس. تمام كده. دي وظيفتها اللي هي بتتشيك وبتثبت، يعني بتفحص وبتثبت صحة الابروتش اللي احنا ماشيين عليه عشان نوصل لليفل مناسب من الكواليتي، من الكواليتي احنا محتاجينه الورك برودكت بتاعنا. يعني انا حاسس ان انا اتكلمت كتير في الجزئيه دي، بس هي باختصار الكواليتي كنترول هي برودكت اورينتد، بتركز على منهج معين عايز يوصلنا لمستوى مناسب من الكواليتي او ليفل معين من الكواليتي احنا محتاجين الورك برودكت بتاعنا. من انواعها التستنج، تمام، ومن انواعها السيميوليشن والبروتوتايبنج. ده باختصار شديد جدا. طب ايه الكواليتي اشورنس بقى؟ الكواليتي اشورنس از ا بروسيس اورينتد. ده بيهتم بقى بالبروسيس ككل. يعني ده بيهتم بالبرودكت يعني على حده كده لوحده. لو افترضنا ان احنا عندنا البروسيس ككل فيها اكتر من برودكت، المربعات الصغيره دي هي يعني ايه البرودكتس اللي عندنا. دي تبع مين اللي بيهتم بيها؟ المربعات الصغيره دي اللي بيهتم بيها الكواليتي كنترول. طيب اللي بيهتم بالبروسيس بقى اللي جواها المربعات بروسيس بقى كلها مين؟ الكواليتي اشورنس. تمام. is a process oriented. ده preventive approach. ده عباره عن preventive approach، يعني هو منهج وقائي. هو عايز يمنع او عايز يحط approach او يبني approach او منهج يعمل ايه؟ يمنع ان يحصل المشكله او يؤدي الى تطوير البروسيس ككل. حلو كده. تعال نقرا اللي هو كاتبه. quality assurance is a process oriented preventive approach that focuses on the implementation and improvement of the process overall. يعني هو بيركز على ان هو يطور ويبني البروسيس كلها، تمام، مش الورك برودكت بس. It works on the basis that if a good process is followed correctly then it will generate a good product. يعني هو بيتكلم بيقول لك احنا هنا بنتكلم على مستوى البروسيس كلها، فبالتالي لو احنا اتبعنا good process، ماشي، في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيؤدي الى جنريت جود برودكت في الاخر. يعني لو مشينا بجود بروسيس من البدايه هيدينا جود برودكت. تمام. فالكواليتي اشورنس ابلايد
to both the development and testing process. فالquality assurance هنا مش مختصة بحاجة معينة، لا ده خاصة بالبروسيس ككل، اللي من ضمنها الديفلوبمنت والتستنج الاثنين مع بعض. ماشي. and this is it's the responsibility of everyone on the project. وهو مسؤولية كل واحد في ايه، في البروجكت. عشان بيجي برضه فيها سؤال يقول لك ان دي مسؤولية مين، ويديك التستر، يديك معرفش ايه. لا، هي مسؤولية responsibility of everyone on the project، مسؤولية كل الناس. تمام كده. test results are used by quality assurance and quality control. النتيجة بقى الريزلتس بتاعت التستنج بيتم استخدامها by both quality assurance quality control in QC. they are used to fix defects. في quality control بنستخدمها عشان نصلح الديفكتات. فالديفكتات يعني منطقي كده، الديفكتات بتجيلنا من اي برودكت. حلو. لكن علشان كده بنستخدم الريزلت بتاعت التست في تصليح الديفكتس. حلو كده، اللي في البرودكت. اما في الكواليتي اشورنس النتائج بقى بتاعت التستنج نعملها ايه، بناخدها they provide feedback، ناخد الفيدباك منها on how well the development and test process are performing. احنا بناخد منها من التستنج ناخد المعلومات، وعلشان نعرف ازاي الديفلوبمنت والبروسيس ككل ازاي تم تنفيذها، هل اتنفذت بالشكل الصح ولا ما اتنفذتش بالشكل الصح. الخلاصه في الجزئيه دي الكواليتي كنترول بيهتم بالبرودكت، تمام، من انواعها التستنج والسيميوليشن والبروتوتايبنج. حلو كده. هو ابروتش بيهتم ان انا اوصل لليفل معين من الكواليتي للبرودكت اللي انا شغال عليه. دي الكواليتي كنترول. الكواليتي اشورنس ده بروسيس اورينتد. حلو كده، بيركز على ان هو احنا نتبع بروسيس سليمه من البدايه فنطلع جود برودكت. بتتنفذ على الديفلوبمنت والتستنج بروسيس الاثنين، ومسؤوليه كل الناس. حلو كده. طيب التستنج ريزلت بنستخدمه في الاثنين، هنا وهنا. طيب نستخدمه هنا في ايه، في علاج الديفكتس اللي طلعناها من البرودكت. طب نستخدمه هنا في ايه، بناخد منه المعلومات، بيدينا الانفو اللي انا خدتها نتيجه التستنج كفيدباك، ونشوف ان انا مشيت بالبروسيس مظبوط ولا ما مشيتش بها مظبوط. ده خلاصه الخلاصه. طيب نيجي للبوينت اللي بعد كده، بيكلمني عن حاجه اسمها الايرورز، ديفكتس، فيليرز اند روت كوز. ايه الفرق ما بينهم؟ اي بني ادم في الدنيا بيغلط، الغلط بيؤدي الايرور، ده نتيجة الهيومن بينج ميكس ايرورز. اي غلطة نتيجة عن بني ادم سواء كان ديفلوبر او غيره فده بنسميه ايرور. فلما بيعمل الايرور بيؤدي لحاجة من ثلاثة، ديفكت او فولتس او باجز. ديفكتس او فولتس او باجز، والثلاثة ليهم نفس المعنى، يعني الثلاثة حاجة واحدة، الديفكتس والفولتس والباجز حاجة واحدة. يبقى الايرور بيحصل من الشخص، فالشخص سوري فالايرور يؤدي الى ديفكت او فولت او بج which in run which turn may result in failure، واللي ممكن يؤدي لفيلير. يبقى ده الشخص بيغلط يسبب ايرور، الايرور هيسبب ديفكت، والديفكت ممكن يؤدي الى فيلير وممكن ما يؤديش لفيلير. لان لازم نعرف فيما بعد ان مش كل الديفكتات بتبان معانا اصلا، واستحاله ان احنا نطلع اي برودكت خالي تماما من الديفكتات، ده هنعرفه بعدين. وبالتالي قد يكون في ديفكت مش ظاهر والسيستم شغال وتمام، ما يظهرش الا في سيناريوهات قليله جدا. تمام. طيب ايه السبب ان السبب اللي بيخلي الهيومن او البشر او البني ادم العادي يعمل الايرورز دي اساسا؟ طب ما نشيلها من البدايه، نشيل سبب المشكله. قال لك لا، في كذا سبب يخلي الهيومن ميك الايرور، يعني بيسببوا الايرورز دي. زي ايه؟ زي تايم بريشر، لما يبقى المشروع مضغوط وبنشتغل فتره طويله ووقت كتير ففي تايم بريشر، فطبيعي البني ادم يغلط. زي لما يكون في كومبلكسيتي، المشروع نفسه صعب، بالذات لو الناس اللي شغاله ما عندهاش اكسبيرينس كافيه، ففي الحاله دي المشروع صعب عليهم فطبيعي ان هم يغلطوا. زي ما يكون في برضو بروسيسز مش سهله برضو، لما تبقى البروسيس اللي انا شغال عليها يعني complicated، زي الانفراستراكشر اور
الانتر اكشنز لما يبقى في انفراستراكشرز او انتر اكشنز بين الناس، يعني لما في انتر اكشنز مش مفهومه بين الناس، دي برضو تؤدي لاخطاء بشريه. والانفراستراكشر مقصود بها يعني في المطلق كده بيبقى اسمها البنيه التحتيه، اللي منها برضو يعتبر الكودينج من البنيه التحتيه. لما يكون في مشاكل في اي حاجه من دي، او الموضوع فيه كومبلكسيتي، ده بيؤدي لهيومن ايرور. حلو. او ممكن يكون حاجه بسيطه، ان مثلا الشخص ده تعب او ما عندوش اكسبيرينس ان اديكوت تريننج، ما هوش متدرب بشكل كافي، فده هيؤدي برضو ان هو يسبب ان هو يعمل اخطاء. تمام. تاني حاجه بقول لك الديفكتس can be found in documentation such as requirement specification or test script in source code. يعني ايه الديفكتس؟ ممكن بيقول لك يعني ان احنا ممكن نلاقيها بدري قوي في الدوكيومنتيشن. زي ما قلنا احنا لما بنعمل static testing، فاحنا بنعمل مثلا ريفيو او كده، فاحنا ممكن نلاقي الديفكتات بدري قوي في الريكويرمنتس او في التست سكريبتس. حلو. او في السورس كود نفسه، فده بيكون سبب يعني ان احنا ايه في الحاله دي بنلاقي الديفكتات او بنلاقي المشاكل بدري يعني. طيب في حاجه بقى اسمها الارتفاكتس، والارتفاكتس دي شبه البيلد فايل. البيلد فايل اللي احنا بنرن منه السوفت وير في النهايه. الارتفاكتس دي قال لك في الطبيعي ان ان احنا بنكتشف فيها الايرورز او المشاكل بدري في الاس دي ال سي، في السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. بس في حاله ان احنا undetected، ما اكتشفناهاش بدري، دي بتسبب مشاكل كبيره في الاخر في اللايف سايكل. حلو كده. دي من ضمن الحاجات يعني اللي هو بينوه عليها، المفروض نلاقي فيها الديفكتات بدري يعني. طيب بيقول لك the system may يعني لو اكتشفناها بقى متأخر، زي ما قلت لك كان المفروض ان احنا نكتشفها بدري، لو اكتشفناها متأخر قال لك ده ممكن يؤدي لفيل في السيستم. بص، if a defect in code is executed the system may fail to do what should do. ممكن السيستم بقى في الحالة دي هيفشل ان هو يحقق المطلوب منه، او يعمل حاجة المفروض ما كانش يعملها. تمام. يبقى خلاصة الجزئية دي ان احنا الديفكتات ممكن نلاقيها بدري خالص في requirements، زي ما قلنا بالستاتيك تيستنج زي ما شرحناها قبل كده. ممكن تكون في مستوى الكود، يعني كل ما تلاقيها بدري كل ما يكون احسن. بس لو كانت في حاجة اسمها البيلد فايل او الارتفاكتس زي البيلد فايل، لو ما لقيناهاش بدري في الساتش از الحاجات اللي شبه كده، لو ما لقيناهاش بدري such as البيلد فايل، لو ما لقاش فيها الديفكتات بدري، هيحصل معايا مشكلة. ماشي. وقد يحدث فيل للسيستم فيما بعد. زي ايه الفيل ده؟ زي ان السيستم يعمل حاجة مطلوبة، يعمل حاجة مش مطلوبة منه. تمام. زي هو انا بقول لك اهوت، زي ايه مي فيل، او يفشل في ان هو يعمل حاجة مطلوبة منه. يا اما السيستم يعمل حاجة مش مطلوبة منه، او انه يفشل ان هو يعمل حاجة مطلوبة منه. بيقول لك some defects will always result in a failure if executed while other only result in a failure in a specific. يعني ايه؟ زي ما شرحت لك الحته دي وقلت لك في الاول من شويه، قلت لك بعض الديفكتات هتسبب مشكله لما نعمل اكسكيوشن، لما نبدا نرن الورك برودكت، او لما نبدا نرن الحاجه اللي احنا شغالين عليها. بس بعض الديفكتات التانية مش بتظهر الا في حالات خاصه خالص. وبعض الديفكتات التانية مش هتظهر خالص نهائي، ممكن ما تظهرش قدامنا نهائي ما دام احنا ما صادفناش السيناريو اللي هو قد يسبب ظهورها. تمام. بيقول لك الايرور والديفكتس ار نوت ذا اونلي كوز اوف فيلير. مش بس الايرور، تمام، ومش بس الديفكتس هم السبب في ظهور الفيلير. طب هل في اسباب تانية؟ قال لك في اسباب تانية. طب ايه الاسباب التانية دي؟ قال لك الفيلير ده ممكن يحصل بسبب الانفيرمنتال كونديشنز، الانفيرمنت اللي انا شغال عليها. زي ايه؟ اعطانا مثال، قال لك زي الراديشن او الكترونيك الكترومagnetic سوري راديشن اور الكترومagnetic فيلد. دي بتسبب ديفكت ان الايه ان الفريم ورك او الفريم او الفاير وير. بص خلاصة الكلام في الجزئية دي، خلاصة الكلام في الجزئية دي، الايرور والديفكتس مش هما بس اللي بيسببوا مشاكل، مش هما بس اللي ممكن يؤدوا الى فيلر في السيستم. قد يكون هناك environmental issue. هديك بقى مثال بسيط يوضح لك الحتة دي ونخلص بيها القصة. لو انت مثلا معاك تليفون، حلو، معاك التليفون بتاعك اهو، التليفون بتاعك ده شغال زي الفل طول ما انت فين؟ طول ما انت في مكان فيه سيجنال. حلو كده. فهو كده في environment مناسبة ان هو يشتغل
زي الفل. طب خلينا خدنا التليفون ده ونزلنا بيه 10 متر تحت الارض، 5 متر تحت الارض، نزلنا فيه بدرون او نزلنا فيه في حته بدروم او حته ما فيهاش سيجنال كافيه، هل ده هيشتغل؟ استحاله يشتغل. ليه؟ مفيش سيجنال جايه له، استحاله يشتغل يعني كاتصالات او كانترنت. هل المشكله هنا في الحاله دي في الابلكيشنز اللي عليه، ولا مفيش سيجنال اصلا تشغل نت؟ هل المشكله ان هو الشركه مثلا زي وي او فودافون او خلافه هي اللي بايظه، ولا مفيش سيجنال واصله للتليفون نفسه؟ مفيش سيجنال واصله للتليفون. فده كده اسمه environmental issue. اللي سبب المشكله او سبب الايشو هي الانفايرمنت، مش الايرور، ولا التليفون نفسه ولا الشركه ولا كلام من ده. اتمنى ان تكون الدنيا وضحت يعني. اخر حاجه بقى هي الروت كوز. ايه الروت كوز ده؟ الروت كوز ده الخلاصة اللي هو السبب الأساسي اللي أدى لحصول المشكلة أصلا. root cause is a fundamental reason for occurrence of a problem. السبب الأساسي في حدوث المشكلة، السيتويشن الأصلي اللي يحصل الايرور ده أصلا. root cause are identified through root cause analysis. الروت كوز ده بيكون نتيجة أو بنوصل له نتيجة إن احنا نعمل حاجة اسمها root cause analysis which a typical performed when a failure occur. لما يحصل failure فاحنا بنقول يا جماعه لا، تعالى نشوف ايه الروت كوز، علشان لما بنوصل للروت كوز بنمنع ان مشاكل تانية تحصل غير المشكله اللي الاساسيه كمان. يعني احنا قد يكون في مشاكل تانية مش ظاهره وتظهر بعدين، بس لما نعمل روت كوز نحل المشاكل اللي ظهرت والمشاكل كمان الخفيه. تعال نشوف هو ايه الكلام ده برضو. بص بيقول لك هنا it's believed that further similar failure or defects can be prevented. ماشي، في مشاكل اصغر ومشاكل تانية مشابهة ممكن نقدر نمنعها من خلال الروت كوز، تمام، او نقللها by addressing the root cause such as by removing it. زي على سبيل المثال ان احنا نوصل للمشاكل دي بدري لما بنعمل روت كوز ونمسحها. خلاصة الجزء ده لو جينا نرتب الكلام ده المفروض نبدأ بالروت كوز. احنا بنعمل روت كوز، تمام، لما بيحصل الفيلير علشان نمنع حدوث الديفكت اللي حصل بواسطة الايرور. حلو كده. عايز اقول لك ده كله تاني في السريع، نشوف بس فاضل معانا وقت قد ايه. احنا طولنا قوي. ايرور بيحصل بواسطة البني ادم يؤدي لحدوث ديفكت، الديفكت قد يؤدي الى فشل في النظام اللي هو الفيلير، تمام. وبعد ما بيحصل الفيلير بنقول تعالى نجيبه الروت كوز، اصل المشكلة، علشان لو في حاجات مشابهة للمشكلة نقدر نتخلص منها او نقلل حدوثها او نمنعها تماما. معلش طولت عليكم، واتمنى ان انا اكون شرحت وبسطت الموضوع. كده بارت 2 خلص في شابتر 1، ان شاء الله نبدأ في بارت 3 من الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير.